السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ شايفين بقى طراوة الكيكة دي؟ طرية جدا، كيكة بالبرتقال، يعني كلنا دلوقتي في موسم البرتقال. شكلها وقوامها حلو جدا. هنعمل لها جليز طعمه تحفة، هيودي الكيكة في حتة تانية خالص. شايفين بقى شكلها حلو ازاي وقوامها في منتهى الجمال. كمان لو عايزة تعمليها اعلى من كده هنصب الخليط كله في قالب واحد. شايفين بقى طرية ازاي. وعايزة اقول لك الناس اللي بتحب الحاجة المسكرة، الجليز اللي فوق ده مسكر، تقدري طبعا تستغني عنه لو مش حباه. بس هيوديلك الكيكة في حتة تانية خالص. لو اول مرة تشوفيني، انا اسمي شيماء. يلا نسمي الله ونبدأ بالطريقة. اول حاجة هنحضرها كده، هنطلع طبعا كل حاجة بحرارة الغرفة. الدنيا ساقعة، فانا طلعت البيض زي ما بقول لكم، بحطه في شوية مية دافيين. هنزل كده بثلاث بيضات، وعليهم معلقة صغيرة من الخل، وكمان كده معلقة صغيرة من الفانيليا. الفانيليا السايلة او اكياس بودر، زي ما تحبي. اضربي الخليط ده كله كده بالمضرب، انا بعملها في الخلاط. او بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهربي زي ما تحبي. كوبايه بس من السكر هنحطها كده على 3 مرات. وبعدين هنزل بكوبايه كمان من الزيت. وهنا كوبايه من عصير البرتقال. قلبي بقى الكلام ده كله ببعضه، وكمان معلقه صغيره من بشر البرتقال عشان تفضل طعمها كده غني بالبرتقال. مش قادره اقول لكم بتبقى حلوه ازاي. وبعدين هننزل عليها بالدقيق. انا هنزل كده بكوبايتين ونص من الدقيق، وعليهم باكت من البيكنج باودر ورشه ملح. لو ضربتي كل الخليط المواد السائله في الخلاط، هتنزلي بقى على الدقيق والبيكنج باودر والملح بعد ما تقلبيه بالخليط السائل ده، وهتقلبيه كده بالسباتلا او بالمضرب اليدوي، او لو هتعمليه بالمضرب الكهربي ومش هتبالغي بقى كده في الخفق. يعني دقيقه اول ما الخليط كله يتقلب في قلب بعضه، هتقلبيه بالسباتولا وتاكدي ان ما فيهوش اي تكتلات. والقالب بتاعنا دهنينه زبده، وهننزل بيه. انا عملتها في قالب صغير بالشكل دوت، وهنزل كمان شويه في القالب الصغير ده. لو عايزينها بقى مرتفعة قوي، هتنزلي كله في قلب الصينية بتاعتك. الكمية دي هتعملك صينية صغيرة وتبقى مرتفعة معاكي وفي منتهى الجمال. بس ولعت الفرن كده على درجة حرارة 180 ودخلتها الفرن. اخدت معايا 45 دقيقة. انا كمان الفرن فصل عليها وهي شغالة وما خدناش بالنا، وبعد كده شغلناه تاني. بس مش قادرة اقول لكم قوامها عامل ازاي. خدت لون حلو قوي من فوق ومن تحت. شايفين هنا الكيكه لما عملتيها في القوالب دي بتخرج معاكي بمنتهى السهوله. الجليس دوت حطيت نص كوبايه من السكر البودر، عليه معلقتين 3 كده من عصير البرتقال. ولو عايزه تعززي لونه ممكن تحطي معلقه صغيره رشه بسيطه من التانك. شايفه الكيكه طريه ازاي. انا كان عندي لون طعام اصفر، حطيت منه كمان رشه صغيره، او لو عندك اللي هو البرتقاني بيديكي لون حلو للجليز. او تعمليه كده بس من غير اي الوان وتحطيه على طول. وقطعي بقى الكيكه وبألف هنا وشفا، هتعجب كل اللي عندك. ما تنسيش بقى لو الفيديو عجبك لايك وشير كده للفيديو وكومنت حلو. شكرا للناس الجديده اللي في القناه. ولو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي مش مشتركه في قناتي، هستناكي تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وشكرا جدا وباي باي.